يا ميت أهلا وسهلا فيكن. اليوم بدي شارككن سر من أسرار مطبخي، وصفة بتبيض الوجه بالعزائم وما بيشبع منها الصغير ولا الكبير. رح نعمل مع بعض أطيب كبسة دجاج على أصولها بنكهة غنية وريحة بتغوي القلب، والأهم من هاد كله الرز رح يطلع معكم فلفل والدجاج دايب دوب. خلونا نبلش فورا. بالبداية بنجيب بصلة متوسطة الحجم وبنفرمها فرم ناعم كتير. ليش ناعم؟ لحتى تدبل وتختفي بالطبخة وتعطينا بس الطعمة والريحة الطيبة. بنجيب طنجرة وبنحط فيها تقريبا 3 كوب من زيت الزيتون الأصلي، وبس يحمى الزيت شوي بننزل البصل المفروم وبنقلبه تقليبتين لحتى يبلش يدبل ويصير لونه شفاف. هلا اجا وقت النكهة الحقيقية. بنضيف البهارات الصحيحة: ورق الغار، عود قرفة، حبتين لومي يعني ليمون مجفف، وما بننسى ملعقة صغيرة هيل حب، ملعقة صغيرة فلفل أسود حب. بنقلبهم مع البصل لتبلش تطلع ريحة البهارات وتتحمص شوي. بعدين بنحط ملعقة صغيرة من توم مهروس وبنقلبهم سوا لحتى تفوح ريحة التوم وتنخلط مع البهارات. بنضيف ملعقتين كبار دبس بندورة يعني معجون الطماطم وبنقلبهم لحتى يتسبكوا. وهلا بننزل بقطع الدجاج. هون عندي حوالي 3 كيلو من دجاج منظف ومنزوع الجلد. ومنقلبهم مليح لحتى الدجاج ياخد من لون الصلصة ونكهة البصل. أما بالنسبة للبهارات المطحونة فبنحتاج لنص ملعقة من كل نوع: بابريكا، كركم، كاري، كزبرة يابسة، فلفل أسود، زنجبيل، وشوية كمون. رشة صغيرة من كل نوع بتعمل فرق خيالي بالطعم. ومنجيب 3 حبات من البندورة يعني الطماطم، منقشرها وبنفرمها فرم ناعم كتير. وبنضيف كمان راس توم كامل مثل ما هو بيعطي نكهة رهيبة. ملعقتين صغار ملح. وبعدين بنغمر هالمكونات كلها بمي سخنة جدا. بنغطي الطنجرة وبنتركها على نار هادية لحوالي 45 دقيقة لحتى الدجاج يستوي تماما. وبهالوقت بنحضر الرز. بنحتاج لكوبين من الرز البسمتي حبة الطويلة، ونغسلها كتير منيح لحتى تروح منها النشا وتصير المي شفافة. ننقعهم بمي دافية مع ملعقة صغيرة من الملح لمدة نص ساعة. بعد ما استوى الدجاج بنرفعه من المرقة وبنحطه بصينية الفرن. والله شوفوا لي هالخلطة يلي بدنا ندهن فيه الدجاج. بنحتاج ملعقتين كبار مايونيز. إضافة المايونيز لخلطة دهن الدجاج بتعطيه طراوة خيالية وما بتخليه ينشف بالفرن. ملعقتين كبار زيت زيتون، ملعقة صغيرة بابريكا، نص ملعقة من الكركم. ندهن قطع الدجاج منيح وبندخلهم الفرن الحامي لمدة 15 دقيقة لحتى يتحمروا ويصير لونهم ذهبي بشهي. بنصفي مرق الدجاج وبنحتاج منه حوالي 3 أكواب. بنضيف فلفل أحمر وفلفل أخضر حار حسب الرغبة. بننزل الرز المنقوع والمصفى فوق المرقة وبنغطي الطنجرة وبنتركها ربع ساعة على نار هادية لحتى يتشرب الرز كل المي ويستوي. وبعد ما يستوي ضروري نتركه يرتاح ربع ساعة قبل السكب. شوفوا لي هالشوفة الرز مفلفل كل حبة وأختها، والدجاج لونه بياخد العقل. نسكب الرز بطبق التقديم وبنصف فوقه الدجاج المحمر. ومنزينه بالمكسرات أو البقدونس وفلفل أحمر وفلفل أخضر على حسب الرغبة، حلقات الليمون، برش الليمون. وهيك بتكون كبستنا لليوم صارت جاهزة. شوفوا لي هالمنظر يلي بيشرح القلب. الرز نسري ومفلفل والدجاج دايب مثل الزبدة. بتمنى من كل قلبي تجربوها وتزينوا فيها سفرتكم وتدوقوا هالطعم يلي بياخد العقل. إذا حبيتوا الوصفة واستمتعتوا بالفيديو لا تنسوا تدعموني بكلمة حلوة بالتعليقات وتشاركوا الفيديو مع أحبابكم لحتى تجتمعوا على لقمة طيبة. وصحتين وألف عافية على قلوبكم جميعا. شكرا كتير لمحبتكم ولوقتكم الغالي، وبشوفكم بوصفة جديدة إن شاء الله وأكلة أطيب. مع السلامة، في أمان الله.